مرحبا مليون. لا عاد الواحد يقع مثل اللمعة إذا شاف الناس سووا شيء سووا شيء سووا مثلهم، وده زين وده شيء. لا يا أخي فكر شوية. سووا تجربة يوم من الأيام في منظمة صحية ظني. المهم الناس كلهم متفقين مع إدارة المستشفى هذه ولا إدارة الجهة هذه اللي هم قاعدين فيها ينتظرون، وشوية كلهم متفقين مع الجهة انهم يسوون حركة معينة اذا ايوه الله الله. وشوية دخلت واحدة ضعيفة مسكينة من الحالة في بالها ولا تستقعد في الانتظار، وعز الله مجموعة رجال ونسوان. شوية طلع صوت في انهم يقومون كلهم الناس. تلفتت هي واذا هم كلهم قاموا، خلتهم سوت كأنها مشغولة بأغراض معها في شنطة معها وأوراق وهذا. شوية قعدوا 15 دقائق وهم ينتظرون. شوية طلع نفس الصوت فإنهم يقومون كلهم. مدري هو صوت يعني ايش يدل عليه. المهم قاموا كلهم والله يعني بار عليها عمرها. بعد قامت ولا درت هي تقوم ولا ما تقوم. يمكن هذا الشيء معروف في البلد ذي، لازم تقومين، إذا ما قمتي فأنت مناوي أهل المدري إيش وأنت ضد المدري إيش المهم يو خلوها زين 6 دقائق 8 دقائق وشوية نفس الصوت. وقاموا والله انها تقوم ولو هيك يعني ما هي مقتنعة ليه تقوم. وقامت طبعا كلهم كذابين متمثلين ايش اسمه ممثلين معها، مش معها ممثلين مع الجهة اللي هم موجودين فيها هذه. يشوفون الناس هم يمشون على ما قال مع الخيل يا شقرة، ولا هي توقف تقول شعرية من الصوت هذا أنا ما أقوم. قامت ثالث مرة ما عنده يعني والله. وشوية انسحبوا ذولا راحوا كل واحد يروح في العيادة اللي كذا اللي كذا، ويجون ناس ثانيين. المهم العجيب في الموضوع انهم جو ناس ما يدرون بالسالفة، ما يدرون ولا هم متفقين مع الجهة هذه المنظمة للحركة هذه ولا شيء. ناس طبيعيين عادي رجال ونسوان ومعهم سفهان والله. وشوية يوم قعدوا وإن يجي الصوت قد فيه والله مجموعة في انها تقوم هي اول وحده، وتخزر زيد اللي ما يقومون. المهم بعضهم قام. المهم والله وقعدوا زيد 5 دقائق ثانيه في انها تقوم، وطالع كانها تخزر اللي ما يقوم. مستغربه يعني ايش بذوله ما يقومون والله، يشوفون عيونها في انهم يقومون يا ربي. المهم انها على هذه الطريقة والله. وذولا كلما طلع الصوت قامت هي قد تقوم بسرعة، وكانها عارفة الموضوع ان هذه مثلا موسيقى وطنية اللي ما يقوم هذا ولا موسيقى خاصة بشهدائنا اللي ما يقوم هذا ما في خير، هذا ما يفهم، هذا غبي اصلا انه ما يعرف انها معروفة اذا عزفت هذه الحاجة مثلا يعني. ولا المهم ساعة يسمعون الصوت ذا قاموا كلهم. المهم سبحان الله عودوا لزموها. بعدين قالوا ايش قمتي انتي خلي ذولا ليه قمتي يوم سمعتي الصوت من الاولة مع انش كنتي ما تقومين قبل، احنا شفناش بالكاميرات. قالت ها؟ قالوا شفناش ليه قمتي؟ قالت والله اني ما ادري، لكن كل اللي موجودين مستحيل انهم يتفقون يعني انهم يقومون فقاموا. فانا اكيد ان في شيء يعني يشدهم للقيام حتى لو ماني عارفة انه. وجدت اني ما اقدر اقعد بدون اني ما اقوم، يعني حسيت اني اما غبية ولا ماني مثقفة ولا انا ما اعرف الموضة ولا ما اعرف هذا الشيء اللي متعارف عليه عند الناس انكم تقومون اذا سمعتوا الصوت ذا. فحسيت اني لازم اقوم، يعني شعرت بالعزلة يوم اجلس لحالي. فقلت لا اقوم وحتى لو ماني فاهمة اكيد انهم هم فاهمين والله يا اخواني ويا اخواتي ان في بعض الاشياء نسويها ان ما أنا مقتنعين فيها ولا ندري ليه نسويها، ومع ذلك ويه مع الخيل يا شقرة. وعلى ما قال ذاك هب راسك مع الروس وادع عليها بالقطع، بس ليه ما ادري اني احط راسي مع، لكنها هي كذا.
ودي نفهم بس ونفكر، هم ما عليه يقوموا. يعني إذا في شيء يستاهل قيام يقوم الواحد ولا يستقعد ولا أي شيء، ما هو قيام وقعود وكان. يعني الحديث يعني له أكثر من فكرة، يعني لا تكون إمعة. يعني سووا الناس شيء لازم إنك تسوي مثله، حركة يسوونها بشيء لازم تسوي. لا لا لا، ما لازم. والله انه يحسن اكثر من اللي يعني. تخيل انها قعدت واخذت موطن القوة اتوقع بيكرمونها والله العظيم. يعني بعض الترهات وبعض الاشياء اللي تمشي حماقات لا عاد الواحد يسويها، حتى لو يحس ان الناس كلهم يسوونها. والله لا اسويها، لا، افهمها. اذا فهمتها وعرفت المقصد اوكي خلاص سوها. الله يسعد هذا الوجه. فكروا فيها والله ان فيها فوائد.